سفيان رحيمي نجم الكرة المغربية خطف الأضواء اليوم بتتويجه بشأن السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهدت مدينة دبي الإماراتية اليوم الجمعة حفل توزيع جوائز جلوب سكور 2024، والذي تألق خلاله نادي العين الإماراتي بتسلمه جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط مثل النادي في هذا الحدث الدولي المغربي سفيان رحيمي الذي تسلم الجائزة باسم فريقه. وجاء تتويج العين الإماراتي بهذه الجائزة المستحقة عقب فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2024، وهو الإنجاز الذي ساهم فيه رحيمي بشكل كبير، حيث تألق بشكل لافت في البطولة وكان من الركائز الأساسية لتحقيق هذا النجاح الكبير. وقد اعتبر اختيار سفيان رحيمي لتمثيل الفريق في هذا الحفل اعتراف بدوره المحوري في مسيرة العين الآسيوية، مما جعله جديرا بتسلم الجائزة التي تحتفي بإنجازات الفريق خلال الموسم. وعلى هامش الحفل تم تكريم عدد من النجوم العالميين، حيث نال البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب، بينما حصل الإسباني الشاب لامين جمال لاعب برشلونة على جائزة أفضل لاعب واعد. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.